في مواقع البناء القوة مش كل حاجة، تكنولوجيا، لأن الذكاء هو البطل الحقيقي. هنشوف أدوات مبتكرة بتوفر وقت ومجهود، وأساليب بسيطة بتخلي المستحيل سهل. في الفيديو ده هنشوف مع بعض أذكى الحيل والاختراعات اللي بتثبت إن العامل الصح مش بس بيشتغل بإيده لكن كمان بعقله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أنا حمادة حمدي من قناة ايموشن. ادعمني باشتراك وادعمني بلايك. قطع أي جزء فيه ميول حاجة سهلة جدا، خصوصا لو معاك دماغ شغالة ما بتنامش. بمنشار خرسانة ضخم راكب عليه صاروخ، العامل هيقدر يوسع المدخل بكل سهولة. ولما اتنين من الترانسفورمر يتعاونوا مع بعض، واحد يشد والتاني يزق، السكة الحديد اللي وزنها طن بتتزحلق من مكانها زي اللعبة. زمان كنا محتاجين 3 عمال عشان يرفعوا عرق الخشب ده، لكن حاليا رفعة زي دي هتقوم بالدور لوحدها. العامل ده شغل دماغه وقدر يخترع رول دهان اوتوماتيك بالشكل ده. بصراحة المفروض يسجله كبراءة اختراع باسمه. ليه تضيع طاقتك رايح جاي عشان تنقل الطوب لما ممكن تستعمل الطريقة دي؟ الأداة البسيطة دي ممكن تديلك نتيجة خرافية، بس استخدمها صح بس. العربية اللي مليانة تراب بتبقى تقيلة على أي حد، لكن تعديل بسيط سهل الدنيا خالص. ودي حيلة عبقرية عشان يتم نقل أعمدة الكهرباء بكل سلاسة. وده أفضل مثال على إن الشغل الجماعي الصح بيجيب نتيجة ممتازة. فريدة وفر فلوس كتير من غير ما يأجروا ونش أو رفعة، بس أكيد محتاجين شوية تأمين أكتر. لو عايز توفر في التكلفة وبرضه يبقى عندك بيت عصري، الكرفانات دي معمولة من قطع جاهزة من المعدن، وبيتم تركيبها بمسامير بس، وسهلة تتفك وتتنقل من مكان للتاني، والأهم إنها أرخص بكتير من البناء التقليدي. أول خطوة، استخدم قلم وارسم شكل تموج السقف على صفيحة معدن علشان تعمل منها قالب، ومن خلالها بيتم تحديد الشكل اللي ماشي مع السقف. بيتم القص على العلامة. هتلاقي عندك قطعة بتركب بالمظبوط وتمسك كل المنحنيات وبتمنع المية تنزل جوه. سواء بتظبط الأرضية أو ترابيزة أو دولاب مايل، اظبط الجهاز على الزيرو، وكمان هتعرف السطح مايل كام درجة. الشقوق الصغيرة في الخشب صعب تتصلح،
بس ممكن توسعها شوية بمفك رفيع علشان تدخل فيها الغيرة. بعد كده اربطها بكلامب وسيبها تنشف. بشوية دهان وشغل مظبوط بالفرشة، أي باب معدني ممكن يتغير شكله ويبقى شبه الخشب الطبيعي بالظبط. في مهارات مش هتلاقيها في أي كتاب، الشغل على أرض الواقع هو اللي بيزودها. الكنبة الخشب دي ممكن تبقى إضافة ممتازة لأي موقع شغل، وبتدي الطاقم مكان مريح يقعدوا فيه وقت الراحة. بعد ما العزل يركب، ما تنساش تثبته بشرائح قبل ما تقفل بالحوايط الجبس. خطوة صغيرة زي دي بتضمن ثبات طبقة العزل لمدة أطول. بشوية حديد ومسامير ولوح خشب هتقدر تعمل سقالة متينة جاهزة لأي شغل. الطوب الزجاجي ما بيمتصش المية، فلازم تدهن طبقة مخصصة للربط، ويكون على الجنب اللي فيه المونة علشان الترابط يفضل جامد. التصميم ده بيكسر كل قواعد البناء. السر في شكل الطوب المتشابك اللي بيقفل على بعضه زي الأسنان، وده اللي بيخلق التوازن والمتانة. طريقة التركيب بالانزلاق بتختصر خطوات زي اللحام الخارجي أو استخدام السقالات، وده بيخلي تركيب البلكونة أسرع بكتير. وانت بتتفرج عليهم وهم شغالين بتعرف قد ايه الشغل الجماعي بيطلع نتيجة عظيمة. مين كان يتخيل ان بأداة بسيطة زي دي السطح هيكون متساوي 100%؟ لما المعدات بتكون محدودة بيتم استخدام ألواح السقف المعدني كدليل لصب الخرسانة. حركة ذكية وموفرة، ولما يكون العامل عنده شوية من روح السيرك هتلاقيه بيفرد المونة وهو بيحرك السلم برجليه، والشغل طالع خرافي وسلس جدا. هي فكرة بسيطة بس في نفس الوقت فعالة جدا كمان. لقطة بسيطة بتخلي خلع بلاط السقف أسهل بكتير ومن غير أي مجهود يذكر. بدون أي قوة عضلية، وبالمسطرة وشوية مسامير حتة الخشب المعوجة بتتعدل في ثواني. لما تكون شغال لوحدك مفيش مشكلة، بالكلامب اللي بيتمسك بإيد واحدة هتقدر تركب عروق السقف من غير ما تحتاج لأي مساعدة. لو هتعملها بإيدك هتحتاج يومين كاملين، لكن المكنة دي هتخلصها في ساعات معدودة، وأظن إن الاختيار واضح. ليه تستنى حد عشان ينقذك لما انت ممكن تنقذ نفسك؟ لما ما تقدرش توصل لخط المحارة، إبداعك هو اللي هيكمل المسافة.
من غير ونش أو رفعة هتقدر تركب الألواح الشمسية زي الفل، وده بفضل درون صغير بيقدر يوصل للأماكن الصعبة. لما قطعتين ما يركبوش مع بعض، شوية مسامير وقضيب رفيع ومفك كهرباء هيبقوا في مكانهم بالظبط. شكل العمال دول شغالين بالطريقة دي من زمان قوي، عشان كده تحسهم مش شغالين. مش كل المواقع فيها ونش، ولا كل المواقع فيها ناس بتفكر بالطريقة دي. دي مش أي كنبة والسلام، دي قابلة للطي وضرورية جدا في مواقع الشغل، ممكن يتحط عليها العدة أو تستخدم وقت الراحة. بيتم تشكيل قوالب التلج بطبعة ثلاثية الأبعاد، وبعد كده بيتم صب الخرسانة جواها وتتساب. ولما التلج يدوب بيكون عندنا هيكل خرسانة مليان بالتفاصيل المدهشة. علشان تضمن ان الدمج يطلع ناعم ومتساوي، اشتغل على اجزاء صغيرة وخلي ضربات الفرشة ورا بعضها قبل ما اللون ينشف. لو رمل الطوب الطيني ماسك جامد ومش راضي يفك، ساعتها الحل الوحيد انك تجيب لودر زي ده عشان يساعد. في ايران القبب التقليدية بتتبني من غير قوالب خشب، بمجرد الحسابات الدقيقة للزوايا والضغط الطوب بيقفل على بعضه بإحكام. العامل ده يستاهل ضعف الأجر، بيعمل شغل 2 عمال في نفس الوقت. ومن الأفضل إنك تسيب فراغات صغيرة بين ألواح الأرضيات الخارجية علشان المطر ينزل منها والخشب يقدر يتنفس، وده بيمنع التسوس بمرور الزمن. باستخدام قالب زي ده بيتم استخدام نفس مقاس مسدس المسامير عشان يفضل ثابت ومظبوط ويضمن الدقة في كل مرة. الزبون عايز كل المسامير تبقى مختفية، والعامل ده خلاهم راضيين تماما. عشان يعملوا خزان مية متين فوق الجبل، عملوا طبقات من القماش المعالج وغشاء عازل فوقه علشان يمنع تسرب المية. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أنا حمادة حمدي من قناة ايموشن. ادعمني باشتراك وادعمني بلايك.